سلام، كي دايرين؟ بخير؟ لاباس؟ كلشي مزيان؟ كي غاديين مع رمضان؟ تقبل الله صيامكم وصيامنا. ودايو معايا عافاكم، دايو معايا، قولوا يا رب تعطى الخير والخمير والفلوس. صافي، شكرا. ما علينا. مرحبا بكم في بودكاست رحلة. معكم ماريا، واليوم غادي نهضروا في واحد الموضوع زوين. الصراحه هذا واحد الكونسيبت اللي انا يلاه عرفته جديد بالنسبه لي. هو جديد وماشي جديد، حتى شي واحد الحاجه اللي انا فايت عشتها ولكن ما كنتش عارفه السميه ديالها وما كنتش عارفه. I was not aware of it. يعني طرات ليا وغتكون طرات لبزاف الناس فيكم، انا متاكده، ولكن اللي كطرى ليه دابا. ولكن كنت عارفاها السميه ديالها، ما كنتش مبحث عليها. دابا دراينو يمكن الا عاود طرات ليا غادي نعيش احسن. دونك هاد الحاجه هي اللي غادي نهضروا عليها اليوم، هو disillusionment. قلبت على التراديكسيون بالعربيه، هي التحرر من الوهم. disillusionment هي التحرر من الوهم. شنو هي disillusionment؟ هي واحد المرحله كدوز منها بزاف الناس، تقريبا كلشي كيدوز منها at some point، ديال الاحساس بواحد خيبه الامل وبواحد الاحباط، حيت شي حاجه اللي شحال وانت خدام عليها وشحال وانت كتحلم بها and you build up expectations على كيفاش غتكون، فاش كتحققها ولا فاش كتوصل ليها الواقع ما كيكونش كيف ما انت تخيلتيه. مثلا مدرسه شحال انت باغي تدخل ليها، دومين شحال انت باغي تدخل ليه، a dream job، زواج، علاقه، بلاصه بغيتي تمشي ليها، شي حاجه بحال هكا اللي شحال وانت خدام عليها، شحال انت تتكرفس وكتحلم و you build up expectations وكتخيل كيفاش الحياه ديالك غادي تكون ملي غادي توصل ديك الحاجه etc and then فاش كتاخدها وكتوصل ليها كتكتشف بلي لا علاقه داك الواقع ديال هذيك الحاجه، هذيك الخدمه وديك العلاقه وداك الزواج ماشي كاع شنو كان كيسحاب ليك. هذيك الخيبة الأمل وهذاك الإحباط اللي كيطرى ليك، هذيك المرحلة سميتها disillusionment، وهي اللي غادي نهضروا عليها اليوم. باي ذا واي، هاد disillusionment ماشي ضروري يكون طاري على حدث معين. كاين اللي كيطرى ليه disillusionment ديال الحياة اون جينيرال، يعني كتكون خصوصا بحالي انا مثلا. الناس ديال الجيل ديالي، الجيل ديال سبيستون، تحيه الا كنتو كتسمعوني. فاش كتكون صغير وكتبقى تفرج سبيستون وكتبقى تخيل باللي الحياه فاش غادي تكبر، انك الا خدمتي غادي توصل، وان الناس ظريفين وكافي انك تكون شخص جيد. if you're a good person راه كلشي غادي يتعامل معك مزيان، كلشي غادي يحترمك، الناس غيبغيوك وغيحترموك، وحتى واحد ما غادي بيغدرك etc. دونك كتكبر بواحد الاكسبكتيشنز على الحياه ديال adulthood، ولكن فاش كتكبر وكتشوف الواقع ماشي هو هادشي. سبيسون لا علاقه لها مع الواقع، وماشي غير سبيسون، راه الافلام بزاف الحوايج اللي كيخلوك تخيل شي حوايج اللي ما كيكونوش في الحقيقه، بحال الافلام ديال الحب وداك الشيء. فاش كتبقى تتفرج كيسحب لك ولا القصص الحب والنافلز وداك الشيء، فاش كتجي تشوف الزواج وهذا 7 ايام الباكور راه كتسالي وكتبدا الحقيقه ديال العلاقات، ديال لي كونفلي، ديال انت ما تتفاهمش مع هذا الشخص. وهذا الشيء راه عادي، ما كاينش انكم ما كتبغوش بعضياتكم، غير الحب ديال الافلام ماشي هو الحب ديال الحقيقه. وهذا غير مثال، يعني كاين بزاف الحوايج بحال هكا. كيف ما قلت كاين اللي كتجيه هذاك الديسلوجمنت من الحياه اون جينيرال، يعني كتكبر وكتكتشف بانه راه تقدر تخدم حياتك كامله على واحد الحاجه ودير جهدك كامل وكثر من جهدك، وفي الاخر ما توصلش بها بواحد السبب اللي ما عندك حتى شي كنترول اوفر اتس، يعني واحد الحاجه اللي ما يمكنش تحكم فيها كاع. دونك كتحس بحال يو ار بيتريد، يعني بحال تتغدر من الحياه ومن السوسايتي ومن من كل شيء. هذا الاحساس بالغدر وبالاحباط وبخيبه الامل، هذاك هو disillusionment. كاين اللي كطرى ليه باي ذا واي، كاين بحال الميد لايف كرايسيس، يعني الناس فاش كيوصلوا ل 45 بزاف الناس كيطرى ليهم disillusionment او ما يسمى بالميد لايف كرايسيس. يعني كتكتشف بان الحياه اللي كنتي كتخيل راسك
غتعيشها ملي غتكبر. فاش كتوصل لهداك العمر كتلقى راسك راه وصلتي لنص الحياه ديالك وباقي انت بعيد على داكشي كان كيسحاب ليك، والواقع ديال الحياه ديالك is different ديال شنو كان كيسحاب ليك، different than expectations اللي كنتي كتبني حياتك كامله. دونك هذا هو disillusionment. دابا اول حاجه بغيت نقول لك الا كنتي عشتي disillusionment ولا كتعيش disillusionment دابا، اول واهم حاجه غادي نقولها لك هي you are not alone. يعني disillusionment واحد الحاجه اللي عاديه، اللي بزاف الناس، ماشي بزاف، كلشي I guess كلشي كيدوز منها at some point في الحياه ديالو، مرحله عاديه في الحياه. حيت راه الانسان لا رياليتي اللي عنده في راسو is limited لداكشي اللي كتعرف، اما كتكونش you don't know what you don't know. يعني انت ما غاديش تعرف really كيفاش غادي تحس في واحد الخدمه حتى غادي تخدم هذيك الخدمه. you don't know what you don't know. دونك هذه واحد الحاجه اللي عاديه وكاع الناس كيدوزوا منها و it's not your fault. it's not your fault. الاكسبكتيشنز ديالك you build them based on داكشي اللي انت كنتي عارف في هذاك الوقت. دابا ولات عندك داتا جديده فاش خدمتي واكتشفتي حوايج جداد، it's not your fault. عادي. it's not your fault. وحاجه اخرى it's not the fault of the external world. ما غاديش تمشي تبليمي ناس اخرين حيتاش ما لقيتيش داكشي اللي بغيتي. يعني ماشي غادي تمشي تقول هذيك الخدمه اللي خايبه، هذوك الناس اللي في الخدمه اللي خايبين، انا الزوج ديالي ولا الزوجه ديالي هي اللي خايبه، داكشي علاش الزواج مزوينش. no you can't do this. it's not your fault ولكن it's not their fault. غير الواقع الحياه في الاكسترنال رياليتي على الجسم والعقل ديالنا is different على داكشي اللي كنبنيو حنا في راسنا. دونك you're not alone و it's not your fault. حاجة أخرى ولي مهمة حتى هي هو أن هاد disillusionment it's not a bad thing. it's not a bad thing. راه yes it's true أنها painful، ماشي إحساس زوين. هذاك الإحساس ديال الإحباط وخيبة الأمل راه ماشي إحساس زوين، it's painful. ولكن overall it's a good thing. علاش؟ حيتاش it helps you grow it helps you discover ولا rediscover reality. يعني كتكتشف اشنا هي الحقيقة، اشنا هو الواقع. yes it's painful. بحال مثلا فاش كتكون كتمشي تجري ولا كتمشي تريني راه البروسيس is painful ولكن overall it's a good thing for you. يعني كتمشي كتدمر هذيك العضله وكتكرفس تدرك العضلات ديالك، كيدرك الجسم ديالك، كتعرق ما نعرف شنو، ولكن في الاخر كتمشي لدارك تنعس كتكون عيان وهذا كتفيق بعضلات اقوى. هادشي اللي كيطرى لك في disillusionment. you grow as a person و الهورايزنز ديالك يكبروا. راه بحال فاش كتكون صغير، مثلا فاش كتكوني صغيره، نهضر مع البنات because the example I'm gonna give is kind of specific to girls. مثلا باش كتكوني صغيره كتكوني كتلعبي مع باربي ولا فله فله ديالك. الا كانت عندك فله باي ذا واي انا ديما كنت كنحلم تكون عندي فله، وما عمر كانت عندي فله حيت ما كانش كيبيعوها في المغرب، دوماج. anyways الا كانت عندك ضو وانتي صغيره وكتبقاي تعاودي ليها، ولا تيدي بير كتبقاي تعاودي ليه كلشي وتمشي تبكي عليه وهذا، فاش كتكوني صغيره وكتحاول لك يسمع لك مثلا الا كنتي بحالي. وفاش واحد النهار كتكبري وكتكتشفي بان هذاك تيدي بير ولا هذيك فوله ولا باربي جماد، راه ما تسمعكش، راه ما كيسمعكش وما كيحسش بيك و it's not your friend. هذاك جماد. يعني هذيك واحد هذه disillusionment. يعني كتحرر من هذاك الوهم اللي كنتي مخيف في راسك حيت انت ما كنتيش عارف حيت كنت صغيره، ولكن كبرت وتعلمت ان هذاك راه جماد و it was painful in the moment، ولكن it was a good thing حيت كبرت وفهمت الحقيقه والواقع، ما بقيتش في ديك القوقعه ديالي. دونك it's a good thing. it's an invitation انك تكتشف الواقع، وماشي غير الواقع، كتكتشف حتى راسك. you discover yourself. كيفاش؟ فاش كتجلس مع راسك وكتقول علاش انا كانوا عندي هاد الاكسبكتيشنز على هاد الريليشن شيب، على الزواج، علاش انا كنت كنتخيل الزواج ديال بحال هكا، علاش انا بالنسبه لي الزواج كانت فيه ضروري خصك تمشي للبحر مره في السيمانه. علاش
you sit down with yourself وكتكتشف اشنو الحوايج في التشايلدهود ديالك ولا في الحياه ديالك اللي خلاوك كتبيلدي اب هذوك الاكسبكتيشنز. شنو اللي خلاك تبغي هذيك الحاجه؟ شنو اللي خلاك تشوفها بديك الطريقه؟ شكون اللي خلاك تقول بانني انا الا درت هذه المدرسه غنكون انسان ناجح؟ شكون اللي خلاك تقول انني الا درت هذا الدريم جاب غنكون انسان فرحان؟ حاجات بحال هكا. يعني كتجلس كتبدا تكتشف راسك، كتحيد الليميتيشنز على راسك، راه you rediscover who you are. وحتى كيف ما قلنا you rediscover reality حتى هي. donc it's not a bad thing. بالعكس it's a good thing اللي كتخليك تكبر. you grow و you rediscover reality و you rediscover who you are. دابا ندوزو لشنو هانتا you are نقولوا you are in disillusionment دابا، ولا إلا وقعتي في disillusionment في المستقبل شنو تقدر دير، ولا حتى باش تفادى disillusionment وتفادى تكرفس باش تكون كدوز من disillusionment. اول حاجه وكتجيني انا شخصيا هي من اهم حاجه هي في الحياه اون جينيرال، خصك تحاول انك تكون فليكسيبل. وهذه الحاجه انا تعلمتها the hard way. خصك تكون فليكسيبل، يعني ما تكونش ريجيد with الافكار ديالك، المعتقد، اي حاجه ما تكونش ريجيد. ما تقولش لا راه هذا الشيء اللي كاين، ما تقولش ان هذه الخدمه من الخلاق، ما تقولش ان هذا الشخص منه الخلاق، ما تقولش ان هذه الحياه من الخلاق. خصك تكون فليكسيبل، حيت الحقيقه الحياه غادي تصرفقك كلنا كنتصرفقوا. so you have to go with the flow. ديما تكون مستعد للتغيير، ديما مستعد ان يقدر داك الشيء، يقدر هذيك الحاجه ما تكونش كيف ما انت تخيلتيها، ولكن تقدر تكون حسن، تقدر تكون كفس، يقدروا يكونوا شي حوايج حسن وشي حوايج كفس. خصك تكون فليكسيبل اون جينيرال، وخصك ديما ما تقولش بلي راه انا داكشي اللي في راسي هو اللي كاين، حيت حنا ماشي هما الله. يو ار نوت غاد، سمح لي نقول لك، ولكن راه يو دونت نو. انت ما عارفش هذيك الحاجه اللي دابا كيسحب ليك، راه هي الحياه، قصه حياه او موت، راك ما عارفاش كي دايره في الحقيقه. هذاك الشيء غير لا فيزيون ديالك انت. دونك ديما تبقى فليكسيبل، ديما الافكار ديالك تشالنجيهم، و you accept الرياليتي اللي غادي تحط فيها. يعني كيف ما كانت you accept it and you embrace it، وكتقول هذا هو الواقع. maybe it's not what I expected، ولكن هذا الشيء اللي كاين دابا اشنو غادي ندير به، واش غادي ناخدو، واش غادي نفوكس on the good parts، واش غادي نحاول نصلح البارتس اللي ما عجبونيش. and you move forward. دونك ديما تبقى flexible and you accept the reality. ما تبقاش تفايتيها، ما تبقاش you accept it, you don't fight reality. حاجه اخرى هي اللي مهمه حتى هي كتجيني very important، هي you develop resilience. حان الوقت الا كنتي في disillusionment، حان الوقت الا ما عندكش resilience you have to develop it. علاش؟ حيت disillusionment شنو من اش كيقولوا من المعاقب ديالو زعما من الحوايج اللي كيسببهم disillusionment هو انك تقدر تولي تكيفي اب. شنو كيطرالك؟ هو كتشك في كل شيء. مثلا شحال وانت خدام على واحد الحاجه، نقولوا سنوات وانت خدام على واحد الحاجه، وفي الاخر ديك الحاجه صدقات و درتي داكشي اللي بغيتي، ولكن اكتشفتي انه ماشي داكشي تخيلتي. شنو كيطرا هو ان دماغك كيبدا يقول لك اي حاجه اخرى بغيتي تخدم فيها وميبي ما غاديش تصدق كيف ما تخيلتيها، ميبي اتس نوت وورث ات في المستقبل. علاش انا غادي نتكرفس وغادي يطرى لي بحال هذيك المره اللي الواقع ما عجبنيش، حاجه بحال هكا. so you tend to give up more. واي حاجه كتبدا تبان لك ريسكي، كلشي كيبدا يبان is a risk. دونك كتولي محبط، ماشي موتيفي، ما باغي دير حتى حاجه. كلشي كيبان لك باللي او ماي غاد الا درت هذه انا غادي يسحب ليا دابا بالله راه غادي يعجبني الحال، ولكن ها هي صدقات وتكرفست عليها وما عجبنيش الحال. دونك بحال غادي تبدا تجيفي اب things on dreams on اي حاجه which you should not do. yes you have to go with the flow and be flexible، ولكن you have to swim ولا غادي تغرق. you have to swim, you have to do something.
ديما تخلي الأحلام ديالك ولكن تتبقى flexible. you stay resilient يعني ما تخليش راسك طيح في ديك الدوامة ديال وعندك وما غاديش تصدق ولا طرا ليا بحال هكا عاوتاني ولا درت هذه وما طراتش ليا بلا بلا بلا. بالعكس I think you have to reframe your thinking. يعني عوض ما تبقى تفكر فيها بالطريقه خصك مثلا طحتي في الديسيلوجمنت شنو غادي خصك دير قد تاخذها as a chance انك كبرتي وتعلمتي واكتشفتي واحد الواقع اللي انت ما كنتيش عارفه ودابا انت واحد الشخص جديد بهذيك الاكسبيرينس ديالك وتقدر دير حاجه اخرى احسن. كيف ما قلت you expand your horizons. انت واحد الشخص جديد دابا تعرفتي على راسك اكثر عشتي من واحد الاكسبيرينس اللي دابا كتعرف الواقع ديالها قبل ما كنتش عارف الواقع ديالها. دونك دابا اللي انت عارف كتقدر to make better decisions للمستقبل. يعني دخلتي لواحد الخدمه وما عجبكش الحال غتشوف شنو اللي ما عجبكش وغادي تحاول تفهم علاش هذاك الدريم جاب ما عجبكش شنو اللي فيه ما عجبكش واش حيتاش هذاك الدريم جاب ما كانش دريم جاب ديالك انت كان دريم جاب ديال باباك ولا ماماك وذوزوه ليك ودابا انت ما عجبكش الحال غتاخذ هذه الايديا هذه وغتبدا تسول راسك انا شنو كيعجبني انا شنو هو دريم جاب بصح ديالي ان يوم فرورتو ديال الحياه اتس بارت اوف لايف. هكا كتبقى غادي وكتكبر ان يو اكسباند يور هورايزنز وكتولي شخص جديد with each experience. يعني كتبقى غادي and you grow. دونك don't give up take it as a chance ديال دابا بهذا الاكسبيرينس انا واحد الشخص اخر وغادي نستعمل الشيء اللي تعلمت باش move forward and make better decisions for myself in the future and stay flexible. تعرف الصراحة شي كنت باغا نقول شي كنت باغا نهضر اليوم صراحة it's very very interesting وأنا مازال غادي نقلب في هذا الموضوع حيت I really thought it was very very interesting. it's أنا فايت صراحة من disillusionment ولكن أنا ماكش عارفة it's disillusionment. I didn't know كاين عندها سمية وبلا بزاف ناس كيدوزو منها. donc it was comforting for me I hope هادشي كان comforting for you هاد البودكاست هاد الحلقة إلا كنتي كدوز من نفس الحاجة. and by the way أنا راه مازال I'm not used to making podcasts donc bear with me راه كتهرب لي الهضرة مرة مازال كنتعلم. and that's it. It was fun. إلا عندكم شي topics باش نهضر معكم عليهم قولوها ليا. and enjoy رمضان. take this time باش انكم تدوزوا وقت زوين مع راسكم ومع داركم ومع عائلتكم ومع الله وتقربوا من الله. it's a spiritual time. تهلاو في راسكم تهلاو في صحتكم. and another thing is sorry by the way في هذا البودكاست غادي نهضر بزاف على هادشي ديال psychology mental health وحتى الفيزيكال health وغادي نهضر من منظور personal حيت أنا I'm not a professional. I am not a professional. أنا كنقول غير الآراء الشخصية ديالي وداكشي كنقلب عليه and my humble opinions. okay دونك ما تاخدوهاش كأي حاجة قلتها. it's not a professional opinion. and that's it. I hope you enjoyed the episode leave comments إلا كنتو دزتو من disillusionment ولا جاتكم شي part من هذا الابيسود interesting تقدروا تقولوا لي في الكومنتس. and thank you so much for listening to me. That was so much fun. Bye.